اهلا خويا، مرحبا بك. السلام عليكم يا اخ عبد القادر. والاخ مخري لم يكن يعرفني وانا كنت في الحركات الاسلاميه، ولكنني كنت في الظل. لا احب الشمس لاني عندي ما يسمى بلابو سونسيبل. يعني كنت في الظل، ولكن جئت لاتكلم عن نفسي اليوم. تفضل تفضل، عرفنا بنفسك. لا هو اسمي الحقيقي هو ابو كمال الكوفي، جار البغدادي الفسيفسائي، لأني جدي الفسيفسائي هو الحقيقة من أدخل الفيسبوك إلى في مجال الإعلام يعني. تفضل تفضل، احكي لنا. في الحقيقة يا شيخ أنا حزبي يعني حزب متطرف. أنا شيخ، أنا مانيش شيخ، أنا شيخ. حزب، أنا في حزب متطرف سميناه ببركة الله حزب متطرف العنق، يعني حمع. حمع يعني حركة حمع هي حركة متطرفة تنادي إلى تغيير المجتمع الذي آل إلى مجتمع مريض. مريض يا شيخ. الأخ كريم، المجتمع الجزائري مريض. يعني تخرج إلى الشارع، الشباب يعاني من البطالة، يعاني من البطالة، والشاب البطال ماذا يفعل؟ يدور يدور يدور، وبعدما يدور ماذا يفعل؟ يمارس والعياذ بالله ما يسمى بالتكحال. يعني اسمح لي على العبارة يا شيخ، اسمحوا لي على العبارة، يعني الأخ المسلم يكحل لأخت المسلمة، وفي هذا المجال الأخت المسلمة مسكينة تعاني من العنوسة، فماذا تفعل؟ فهي كذلك تكحل للأخ المسلم. يعني كما تعرف يا شيخ، كثرة التكحال يأتي بالكحول، يعني يصير الرجل خابطا والامرأة خابطة، وهذا ما يأتي بما لا تحمد عقباه. يعني الأخ الكريم، الأخ الكريم، أنت متطرف تايا، أنت الحزب تاعك راك تضل مصباح تضل على التكحال، الكحول، النساء، فهمني، يعطيني برنامج يا أخي الكريم، الاقتصاد، السياسة، التربية. يعني فيها يا أخي والله العظيم مجتمعنا نعاني من التبعية للمحروقات كما تعرف يا شيخ، وانا يعني انا راك تدخل في الدين في السياسه، اتونسيون. لا يعني فكرت يعني باش نخرجوا من التبعيه، باش نخرجوا يجب ان نشجع الانتاج الوطني من الكحول. الكحول وليس الكحول، يعني الكحول، وذلك اذا شجعنا الكحل ننتج الكحل، فالمراه تكحل في بيتها، تكحل في بيتها، وليس في الأماكن العمومية والأعراس والمراحيض العمومية. هذا هو. يا أخي الكريم، أهضر لي على الميادين الأخرى. ما هضرتليش، ما سقسيتنيش السؤال اللي سقسيته للسي مقرف في بداية الحصة. واش هو؟ على عمل المرأة. عمل المرأة؟ أخدم، قول لي على المرأة. نحن يا شيخ مع عمل المرأة، يجب على المرأة أن تعمل إذا أرادت أن تعمل، ولكن يجب أن نعطيها الوسائل اللازمة للعمل، أن نعطيها وسائل. يجب أن نمنحها الباليهات والفروطوارات من النوع الرفيع، وليست تلك الفروطوارات التي تجبد الماء من هنا ويذهب من هناك. ولكن نعطيها بعض وسائل الترفيه مثل آلة الخياطة وآلة الغسيل. ويعني المرأة يجب أن تعمل يعني في البيت. أعطينا كل الأحزاب تتكلم على برنامج الشباب، أعطينا أنت الأخ، أنت تقول لي عندكم مشروع للشباب؟ أنا فكرت وحدي هكذا، يعني الشباب الذي يبيع الزطلة والحشائش، يعني سوف نمنحهم طاولات لبيع حشيش الشربة والسبانخ، يعني يبقوا في ميدان النباتات والطبيعة وكل هذا. أما الشباب الذي يبيع الكاشي، يعني سوف نفتح لهم صيدليات معتمدة لكي يعملوا يعني. يا لطيف يا لطيف. يعني
ماذا يعاني الشباب الجزائري يا أخو صادق مارلي؟ يعاني الشباب اليوم من ما يسمى رواج هذه الموسيقى التي نسمعها الأي والواي واي والعياذ بالله. يعني هذه الموسيقى أنا سوف أقضي عليها يا شيخ. أيوة. يعني نقضي عليها. لقد أخرجت موسيقى جديدة وسميتها أحي حي. معايا يا شباب؟ أحي حي. أحي حي. ماذا؟ ماذا؟ انت ما تحشمش تتكلم باسم الدين. نوض خرج. هذا خرجوه الشيخ. هذا حزب هذا الشيخ. مسكين هذا اللي كحلات له عماته مسكين. اخرج علي اخرج. اروح شيخ اروح شوف. في ريت الكحول انت خابيته. خرج علي. لا إنها المرأة لقد طيبت بعضا من الكسرى وكانت فيها كثير من الخميرة فتخمرت. اخرج علي.